السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. النهارده الخميس، صباح يوم الخميس، ربنا يجعله يوم جميل مبارك على حضراتكم جميعا. فما فيش اغلاق لاي طرق زي ما بدا يتردد. يا ساده يا محترمين، ضيوف العالم هيكون موجود عندك، فانت اللي بتساعدهم كفرد من افراد الشعب. يعني لما تبص تلاقي في طرق بدات تتحول، بيحول لك غير زمان كان بيقفل لك الطريق ويسيبك ايا كان بقى وانت روح مع نفسك، لكن النهارده عشان يحول لك طريق بيحولك لطريق اجمل واحسن. ليه؟ بيخطط الطرق، بيرصف، بيلون الشوارع، بيعمل الاتجاهات، بيظبط الامور، لان احنا لازم نبان باجمل صوره قدام العالم كله، والعالم كله هيكون موجود عندك بامر الله. فانت ركز على الايجابيات بتاعت بلدك. انت داخل على صرح حضاري عظيم. المتحف المصري الكبير ده متحف من اكبر متاحف العالم، بل من اهمهم، بخلاف القطع الاثريه اللي جوه. تاريخ عالم بقاله آلاف السنين هيظهر قدام العالم كله. فإحنا واجب علينا نشيد بهذا الأمر، مع العلم إن من رأيي أنا الشخصي إن المتحف المصري الكبير كان مفروض يتعمل له روبورتاج يومي من شهر فات على الأقل، يوميا على جميع القنوات التلفزيونية، إن نظهر الجانب الإيجابي، الطرق اللي بتتعمل، التمهيد اللي بيتعمل، الأمور اللي بتتعمل